السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نبارك على القوات المسلحه في ايده 72 لصودنه القوات المسلحه السودانيه. في يوم الاحتفال في الايد تم بل وفتك ومتك الجنجويد في محور شمال كردفان. الجنجويد اتبلت وكميه من القيادات بتاعهم مشت الى سماء ذات البروج في منطقه بتاعت الارده والمناطق الحوله جبل حشابه وغيره. طبعا الجنجويد اتمطقت مطق ثقيل جدا. طبعا دائما الجنجويد لما يتبلى في سراقيات بتطلع من وراه. هذه الاسبوع خسائر ثقيل جدا للدعم السريع في جميع المحاور. مسيرات الاستراتيجيه شغال شغل نظيف. الجيش مشتركه، كل القوات المسانده شغالين شغل مختلف عديل بل على الطريق الصحيح. يا الامقرون كميات كثير جدا مشت الى سماء ذات البروج. الجنجويد طبعا الان خايفين من شنو؟ من السيناريو اللي حصل لهم في النيجر. اسمع الكلام ده، الحاجه ده طبعا خايفين عديل كده. والركب الواضح امقرون وخيره كلهم طلعوا قالوا شنو؟ واي عديل. قالوا واي عديل. الناس اللي دايرين يعملوا شنو؟ تمس هويه بتاعت شنو؟ عرب الشطاط يا معلم. الكلام ده ما خشل خلاص. ما خلاص الاحلام بناء دوره العتاوه وغيره بقت ما في بل في فتك على الطريق الصحيح. القائد العام للقوات المسلحه قال كلام مهم جدا على الناس ان تعرف تماما البلد ده نحن ماشيين على الطريق الصحيح، طريق صحيح عديل. نحن الاستقلال الحقيقي للدوله السودانيه ابتدأت في 15 ابريل. نوريك بالواضح يعني المقرون ديل يتبلوا ويتمتكوا يمشوا الى سماء ذات البروج. ده الاستقلال الحقيقي للدوله السودانيه ذاته من الشرذمه ومن الشنو؟ عرب الشطاط. كلام ده ثبت عندك. عندنا تفاصيل كثير جدا دايرين نتكلم عنه وصراخيات بتاعت الامكوكات. نحن قلنا لك ده انهيار حقيقي للدعم السريع. لا تنسى الاشتراك في القناه، اعمل زر بتاع تفعيل الجرس على اساس انه تصلك كل جديد، وادينا لايك نمشي قدام طوالي. طيب الخطاب الكاهن طبعا جزئيه بسيط نستمع عليه. قال كلام مهم جدا. الكلام ده الناس تعرف تماما الدوله دي ماشيه على الطريق الصحيح. على الشعب السوداني نحن عندنا قياده ماشيين قدام نفجق ونبل الامكوكات يا معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. حضور الكرام، شعب السوداني الأبي الكريم، جند بلادي وكل منتسبي جيشنا البطل وقواتنا المسلحة الباسلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الوهاب، وهو واهب القوة وواهب النصر، وهو الذي هيأ لنا كل الأسباب لنعود أكثر قوة وأكثر تماسك، فله الحمد من قبل ومن بعد. ثم نسأله تعالى أن يتقبل الشهداء من أبناء وبنات الشعب السوداني والقوات المسلحة والقوات النظامية والقوات المساندة، وأن يتقبل جهد الجميع في أن أصبحنا نقف هذا الموقف في هذا المكان، فله الحمد مثنى وثلاث ورباع. الإخوة الكرام، إن الذكرى 72 لسودنة قيادة القوات المسلحة تمر هذا العام في ظروف مختلفة زادت من رصيد الخبرة والمعرفة والعلوم العسكرية بزيادة حجم التحديات والظروف غير العادية التي يمر بها ومر بها الوطن، ومما لا شك فيه أن اصطفاف الشعب السوداني قاطبة خلف قواته وجيشه سهل كثيرا في تجاوز كثير من التحديات، وأيضا زاد العبء والمسؤولية في المضي قدما
في الدفاع عن هذا الشعب وحمايته والتصدي لكل من يحاول المساس بمقدراته. إننا إذ نجدد العهد بأن يبقى ويظل هذا الجيش جيش السودان يقوم بواجبه الدستوري في حماية الأمة السودانية والوطن السوداني دون موالاة لأي جهة أو الخضوع لأي إرادة سوى إرادة الشعب. ونؤكد لكم أننا ماضون في استكمال تطهير أرض السودان من التمرد البغيض لميليشيا الدغل الإرهابية فهم وداعميهم إلى زوال. شعب الكريم، عزمنا الصادق وتوجهنا اليقين في مقاتلة ودحر الميليشيا المتمردة لا يعني غض الطرف عن أي مبادرة صادقة للسلام، فسعينا لذلك لم ينقطع منذ الشهور الأولى للتمرد، لكن لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دغلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح وتتجمع في مناطق محددة ويعود المواطنون إلى مناطقهم وتعود الحياة إلى طبيعتها مع الخدمات والتأمين والحماية والرقابة، ومن ثم ينظر فقط في أمر المقاتلين غير المجرمين. شعب السودان الكريم، نؤكد لكم أننا عازمون على تطوير قواتكم المسلحة بما يمكنها من مجابهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وأننا نمضي في ذلك بعزم ويقين وعلم بمتطلبات الراهن والمستقبل. تحضرني في هذا المقام مقولة للكاتب الشفيف الرهيب حسين خوجلي. طبعا حسين خوجلي بعد ما الناس احتلوا أم درمان والخرطوم كتب مقال يعاتب فيه، يفتكر أنه أم درمان ضاعت والسودان ضاع. نحن بنقول له يا حسين خرطوم عادت وأم درمان ما ضاعت والسودان ما بيضيع، لأننا لن نغفل عن الحراسة، لن نغفل عن الحراسة، لن نغفل عن الحراسة. وستعمل قواتكم المسلحة على تحقيق الانسجام بين الشعب والجيش والنخب حتى يكتمل الاستقرار. فالآن الجيش والشعب في أكمل مراحل الانسجام، وننظر إلى الحوار المقبل لإكمال مثلث الاستقرار. فالشعب تحمل معنا، ولا نريد أن نقول كما قال في شرشر عن الذين لا يتحملون الحرب مثل قوم موسى لا يصبرون على طعام واحد، يريدون الرفاهية في اللحظة التي يطلب فيها التاريخ الشجاعة. طبعا شرشر كان كلنا نعلم أنه قاد بريطانيا في ظروف تكاد تكون مشابهة لوضعنا الحالي، لكنه استخدم عبارة مشهورة قال: لن نيأس ولن نستسلم، لن نيأس ولن نستسلم مهما كانت قوة العدو. نحن فعلا يا إخوة في القوات المسلحة ما يئسنا ولا استسلمنا، رغم أن أخواننا كانوا مكفولين جوا القيادة وكانوا محاصرين وكانوا بموتوا كل يوم، لكن لم يدب اليأس أو الاستسلام إلى قلوبنا، ولن يدب يوما من الأيام إلى قلوبنا. طبعا القيادة يا إخوة في ناس، قد جزء كبير من الناس لا يعلم كيف كانوا يأكلون وكيف كانوا يشربون وكيف كانوا يقضون أوقاتهم. فلكل مقام مقال، سيأتي يوم
ويعرف الجميع كيف ضحى هؤلاء الرجال حتى نعود إلى الخرطوم ونقف هذا الموقف وتعود الحياة إلى الدولة السودانية. شكرا شعب السودان لأنكم تحملتم الألم وكسرتم الخوف حماية لفكرة الوطن. لذلك لزاما علينا أن نقول لشعبنا الأبي: علينا في القوات المسلحة أن نبذل الغالي والنفيس حتى تمشي يا شعبنا منتصب القامة مرفوع الهامة، تحرسك وتحميك قواتك المسلحة. قبل الختام وجب أن نحيي الرعيل الأول من قادة القوات المسلحة، ونحيي ونهني جنودنا ومقاتلين المرابطين في مختلف جبهات القتال، وهم يحملون هم السودان الواحد ويتحملون عنا ضراوة وقساوة المعارك. ووعدنا لأهلنا النازحين واللاجئين لا بد من عودة وإن طال السفر، ولا بد من عودة وإن طال البعد عن الوطن، وإننا نريدها عودة لا نزوح ولا خوف بعدها. شكرا شعب السودان، شكرا القوات المسلحة ومتحركاتها وجهاز المخابرات العامة والشرطة، شكرا القوات المشتركة ومسانديها، شكرا المقاومة الشعبية، شكرا درع السودان، شكرا قوات قسم، شكرا إخوتنا في الجهاز التنفيذي والوزارات وأجهزة الدولة المختلفة، وهي تتحمل معنا كقوات مسلحة قساوة مخلفات وتبعات الحرب. شكرا لجان الإسناد المدني في الخدمات والتكايا ودور الإيواء، وأقول لكم جميعا أننا سنمضي تحت راية السودان تحرسه راية القوات المسلحة، راية الله والوطن. نصر لنا ولا نامت أعين الجبناء، نصر من الله وفتح قريب. الله أكبر. نصر من الله وفتح قريب. القائد العام للقوات المسلحة، خطاب طبعا كبير جدا. الجنجويد والله بلبس الكلام واضح جدا. يا تجمعوا قواتكم، الكلام القاعد بكرر من شنو؟ من 2023. كلام واضح جدا. تجمعوا قواتكم في أماكن مهددة. بعد ذاك أي مجرم يمشي المحاكم. الزول الصالح وين؟ يندمج أو شنو؟ يعمل له تصريح. كلام واضح جدا طبعا. ده الرسالة ده قاعد بيتكرر مليون ألف مرة. القائد العام للقوات المسلحة ماسك في كلام الواحد ده. انتهت. ده اتفاقية بتاعت الجدة هناك. الحاجة اللي حصل في التفاوض بتاعت الجدة، الحاجة ده نحن قاعدين ننفذها وين؟ في أرض الميدان. سواء كان بلبل والفتك والمتك، أو سواء كان شنو؟ انتوا تستسلموا وتيجي تقولوا للقوات المسلحة واي كفاية. ما ياهو ده الاتفاقية الجدة ذات احنا قاعدين نعملها. طبعا رسالة واضح جدا. طيب اولا نهني الشعب السوداني والقوات المسلحة في عيد 72 للسودنة القوات المسلحة السودانية. اسمع الكلام ده جيد. ده عيد يعني شنو؟ طبعا القوات المسلحة السودانية ده الان عيد رقم 100. اسمع الكلام، رقم 100. انشئت القوات المسلحة في عام 1925. عيد 100. لكن القيادة بتاعت القوات المسلحة في الوقت عام 1925 كانت بقيادة المستعمر. اسمع الكلام ده. عشان كده في عيد 72 للقوات المسلحة أصبحت سودنة القوات المسلحة السودانية، باعتباره القيادة بتاعت القوات المسلحة أصبحت قيادة سودانية خالصة. اسمع الكلام ده. عشان كده في احتفال لقوات المسلحة السودانية في إنشائه رقم 100 سنة. في إنشائه رقم شنو؟ 72 الآن. ده يعني شنو؟ انتقال عملية بتاعت القيادة القوات المسلحة من المستعمر لأبناء الشعب السوداني العزيزين. كلام ده ثبت عندك. طبعا نحن محتفلين، وأنا كمالك نقول الاحتفال الحقيقي أو الإنشاء الحقيقي للقوات المسلحة ده يوم 15 أبريل عام 2023 كانت
استقلال حقيقي، وكانت احتفال حقيقي، كانت يوم حقيقي لبناء الجيش السوداني على الأسس الصحيح، على الطرق الصحيح، بعيدا من شنو التشوهات الموجودة كانت داخل القوات المسلحة السودانية. التشوهات الموجودة كانت شنو؟ الجنجويد، الدعم السري، ده كانت قوة متشوه في الدولة ده، لأنه دير الشرذمة ده لما يطلع ده استغلال الحقيقي للقوات المسلحة. الآن في معركة الكرامة الذي ابتدأت في عام 2023 15 أبريل، ده طبعا يوم تاريخي للدولة السودانية. اسمع الكلام ده، لأنه أنا متأكد تماما ده معركة الحسة حاليا الماشية في السودان، ده آخر معارك في داخل الدولة السودانية. الدولة السودانية ده تاني ما في حاجة بيسموه حرب ده نهائيا، ده آخر حرب. عشان كده قاعد نقول لك ده الاستقلال الحقيقي، وده اليوم تاريخي لبناء الدولة السودانية على الطريق الصحيح، بالرغم المعاصي، بالرغم المطائب الحصل من التشريد والحاجات الكثير العملها امكوكات دين. نحن التاريخ الوسخان ده قاعدين نندف الدولة السودانية شبر شبر، نصل لهم دافوق ونصل لغاية الجنينة. كل النازحين واللاجئين بترجع للأماكن، يكون آمن ومطمئن، نبني مستقبل مشرق للأجيال الجاية. ثبت الكلام ده عندك. عندنا تفاصيل كثير جدا، عندنا بكائيات، عندنا سراقيات، عندنا عمليات بتاعت البلو والفتك والمتك حصلت. حاجات ده كلها دارين نسردها. ثبت الكلام ده عندك، خلينا نمشي قدام. طيب امس الجنجويد جو غشوين في منطقه بتاعت الارض. الناس ديل اتبلد قدر شنو؟ ديل بدا دخولهم الليله الجمعه 14 8 هم عرضوا حره مننا تفلون، هم عرضوا حره الضفراء جابره كامل. الليله والله اكبر، تحيه لكل الاجاوز، تحيه لكل الاجاوز. هم عرضوا حره، هم عرضوا حره. طيب ده بل عديل كده. والله انا نشارك لاخوه في الدعم السريع الاحزان، ده طبعا مشى الى سماء ذات البروج بقورك زي ده. بس الجو غشوا في منطقه بتاعت لهم ارض، بلوم متكم رسلوهم الى سماء ذات البروج، امروا جري دنكاس. اسمع الكلام ده. ما هو النازل يتبلد بل ثقيل جدا، متك خسائر ثقيله جدا. وين؟ متحرك بتاعت الصياد. اسمع الكلام ده، الجودات ذاته زهر. عندك هجان امريش، عندك مشترك، بلوا لك متك ولك متك على الطريق الصحيح، على الطريق الصحيح. قلت لك اسمع الكلام ده. عمليات 77 اقسم بالله شايفين دامره زول بيقول بندقه من ورا ده ما في لوادة. ده شنو؟ ده شنو؟ ده تلك جارين، بس ده كله تلك. شايفين هنا؟ انا ده كله تلك اقسم بالله. مسريين 77 ليك التهيئه والتقدير، ربنا يرحمك ويغفرك ان شاء الله. والجناب عبد الشواه كمان ليك رحمه والمغفره ان شاء الله. الليله اقسم بالله اننا جينا حكينا عربات بتاريخ 14. شايفين؟ والله مسكنا عربات بتاريخ مشت. شايفينه؟ ده أزام كدي هي مرافوق ده فوق خالص. ديل بلوا ومتكوا الجنجويد ومسكوا عرباتهم. الجارين ديل يا الانقرون بخلاص فوق انتوت. اقسم بالله العظيم الجنجويد في خلال هذه الاسبوع الشغل اللي حصل لهم ده شغل مختلف عديل. ده طبعا لهم الحق يطلعوا يقولوا واي، لانه يتبلط بال نظيف جدا. ابطال من الميدان طبعا عربيه ذاته داقين كله من وين؟ من ورا، لانه جاري يعمل له شنو؟ ما هو قاعد بتاع فكلام الرسن الفكاو ده شنو؟ ما فكلام جري دنقاس. ما هو ده بل على الطريق الصحيح جاري، بس حتى العربيه ذاته داقين بورا. ده الدعم السريع والله ده انتهت خلاص. يعني بيقولوا ما نوريكم بالواضح، انتوا اتبليتوا واتحليتوا. لسه نحن شنو؟ عندنا ابطال. الله اكبر الله اكبر. صياد الجمعه عيد الجيش عيدنا لكم. ما ينوم والله، ما ينوم ما ينوم. ما ينوم. لو نام ما في والله. جوا ما ينوم والله. وكان نام ما يقوم، ما ينوم 16 تعرفونه والله اننا غربيه 16 وليله عيد الجيش. العرب دي جمعة الغد حرم لا يزل. يا ما ينوم والله. جوا زي ما انتم بتقولوا الدوسه دي حق الدور، انا الدوسه دي حق الدور وحق فريق شماشه. ما ده بريدنا والله. منظومه من داخل معرض خزر الحي بس كوني قرار من نقبل حضاره سامر الجاره. خزر الحي بس كوني قرار سامر الجاره. خزر الحي بس كوني
إهداء الاحتفالات يا معلم في ذكر 72 للجيش يا معلم متحرك الصياد، بل فتك ومتك على الطريق الصحيح. وي ده الجيش، ده جوجو يا معلم، ده بل الله خلقه ذاته. الجنجويد امس اتبلط، الشباب قاعدين بيحتفلوا في منطقه بتاعت الام ارده، منطقه الارده الناس دل اتبلط بل ثقيل جدا. اسمع، تجي بس تعمل جري دنقاس ونبلك ونمتكك يوميا خساره تلو الاخر. اسمع الكلام ده ما بل بتاعت شنو؟ موراليون، بل بتاعت شنو؟ مشتركه سم الجنجويد، بل بتاعت شنو؟ صياديون، بل بتاعت شنو؟ حجانهم ريش يا معلم، اساس الجيش يا معلم، بل للنهايه. ده شغل كده كشف بس. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتاريخ شت مشوا الى سما ذات يعني 8 الان من البوابه الاولى للمبيضيه والاجاب والكثير ان شاء الله. بسم الله يا نصر الرجال، الله اكبر يا نصر الرجال من داخل والاجاب البوابه الاولى للمبيض ومرق ان شاء الله. خاطر الله لا ترمي قدام، ابشر يا جناب الحضر، ابشر يا جناب وعدنا معكم المبيض ان شاء الله. نحن خايفين جبل العجاب وعدنا المبيض ولا توروا بعد نفرق الحديد. يلا دور ديل الجنجويد الجو في جبل الحشابه. اسمع الكلام ده، ما هو بلون برضه، بل ثقيل جدا. جيش طلع له حاجات يا معلم، حاجات مختلف يا معلم، بل مختلف عديل. اسمع الكلام ده. المشى بلان منو؟ جودات يا معلم، جودات يا معلم، مشى بلاغ متكام متك على الطريق الصحيح. اسمع الكلام ده. صياد مشتركه، براؤون دراؤون، اسمع عملوا الغاز كله يا معلم، بلوا لك متكم متك على ديل كلهم مشوا الى سماء ذات البروج. الجنجويد المشوا للبوابه بتاعت الجبل الحشابه شت رسلوهم الى سماء ذات البروج. خسائر ثقيله جدا. ابشروا 14 يوم الجمعه، 14 يوم الجمعه، يوم الجمعه 14 بلبس الله بلبس. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله يكون معاكم زينب الله ورقه الله اكبر. تقع زي التقع يا معلم، بلوم متكم جيش طلع دبابات، طلع حاجات يا معلم. على السودان ده برفرف فوق الدبابه ده كده يا معلم، بل على الطريق الصحيح، متك على الطريق الصحيح. القائد العام للقوات المسلحه قال لك هنا في المعركه ده كل يوم بنكسب خبره، كل يوم قاعدين نمتك ونبل الجنجويد وقاعدين نرسلهم الى سماء ذات البروج. اسمع الكلام ده، اقسم بالله العظيم يا المقرون، بل على الطريق الصحيح. متكوم زي ده بس بلهم رسلهم الى سماء ذات البروج. ونحن كمان نقول شنو؟ بل بس لاخر جنجويد يا معلم. ثبت الكلام ده، خلينا نمشي قدام. شغل زي شغل فتك ومتك. ده حقكم يا اخوان، ده حقكم. وديك العربيه الثانيه، حجر عربيه لك الاثنين، شفتها؟ ديك العربيه. ايوه ايوه ده والله سلاح هنا. وديك عربيتكم يا ديك برضه واحد هناك جاي، ديك برضه عربيتكم يا عام عطب الخيام. هناك هناك الاشراء ديك برضه عربيتكم واحده. ترى بلدك يا فدائيين يا أرى شغل متك أبو قدم أرجوك أن بعد خير يا جماعة. ديل بلوم متكوم متك على الطريق الصحيح. اسمع الكلام اللي قاعد بيقول لك ده، اتبلت واتمتكت واستلم القوات المسلحه كميه كثير جدا من العربات من العدو. ما هو يا المقرون ما قائدهم فكلهم الرصد، فكلهم الجري دنقاس، كلهم جو خلوا العربات وعملوا جري دنقاس. الانجخم الاتبلى الملص سراويل بتاعهم وحاجاتهم ملصوها، الكاكي بتاعهم ملصوها، عملوا جري دنقاس يا معلم، بل على الطريق الصحيح. ما هو شنو؟ ما هو شغل مهار، ما هو بل الفلوس ما اصبحت هار. بتعمل شنو يا المقرون؟ ما الا شنو؟ يفنقس ويعمل شنو؟ جري دنقاس. ملصوا وكلهم جروا عاملين جري دنقاس. وينهم؟ يا هم كشف ديل. ديل ابطال المجموعه 34، ابطال المجموعه 34 اقسم بالله ديل رجال عمك، ديل رجال اقسم بالله البطله واقفين
دير البطلة واقفين، اقسم بالله حديد نمكي قطعوه، نمكي مش قلت يقطعوه في المعارك، قسما بالله قطعوه ترى ماشين قراب، اقسم بالله العظيم ماشين قراب، والله العظيم ماشين قراب المجموعة 34 التصمود، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله قطعنا فوقهم جوع بس نم رحمة الله قشطة، وماشين قراب ان شاء الله بعكاكيس من داوسهم، اقسم بالله بعكاكيس من داوسهم، هذا كب زول بدو عربيه بغل عربيه يا معلم. ها شايفين ديل شنو؟ ده النهايه بتاعت الامكوكات، جارين جري دنقاس، خلوا العربات وجارين بشنو؟ بكورينو، مشوا مسافات بعيد جدا، بيصوروا داك الدخان بيتشاف يا معلم. هناك مكان بتاعت البلو والفتك والمطق، شغلنا لما يسخن ما هو بيشوف الامكوكاي، بيشوف رجلينه ده اسرع من لاند كروزر، عشان كده بنزل من لاند كروزر وبعمل جري دنقاس. انا ما قلت لك القائد بتاع الامكوكاي البعاتي ها فكلم شنو؟ فكلم الجري دنقاس، نوريك بالواضح لانه شنو؟ بيان بالعمل قدامك. الناس اللي قدامك هنا ده اتبلد واتمتكت مطق على الطريقه الصحيحه، قال لك حرقنا العربات كلها. طيب انت حرقت العربات ده، الحاجه اللي بخليك انت تجري برجلينك شنو؟ ما تمسك عربات بتاعت العدو ده وتركب وتمشي، لانه انت ما بتقدر، لانه بل الفلول ده هار جدا. ناس ديل اتبلد واتمتكت مطق على الطريقه الصحيحه. ويا شعب السودان انا نوريك بالواضح، البلد ده خلاص، السودان ده بتتخلص من شنو؟ من الامكوكات ديل. بكره بعد بكره ها ان طالت الزمن او خسر. فهمت علي؟ بلد ده نحن نخلصها من الامكوكات بتاعت الدعم السريع. كلام ده ثبت عندك وكلنا نحتفل، لكن داير له صبر، داير له صبر. زي ما الجنودنا في الميدان قاعدين بيقدموا ارواحهم فداء من اجل هذا الوطن، عندهم صبر وعندهم تضحيات عظيمه جدا قاعدين بيقدموها. نحن لابد نقف من خلفهم ونساندهم بدعواتنا بشنو؟ بالدعم معنوي على اساس انه الوطن ده يستقر ويتخلص من الامكوكات. ونحن على الثقه وعلى اليقين كامل للقيادات بتاعت القوات المسلحه وقيادات بتاعت المشتركه وجميع القوات المسانده للقوات المسلحه، وعلى ثقه جنودنا في ارض الميدان بيبلوا وبمتكوا الامكوكات ديل. ثبت الكلام ده عندك، خلينا نمشي قدام. الامكوكات ما هو جرو، لما جرو موراليون يصوروا نفس المكان الجرو منه مسكوا عرباتهم. كشف 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 يا انكوك، كشف 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 كشف. ده هنا وين؟ هنا وين؟ هنا وين؟ هنا وين؟ هنا وين؟ هنا وين؟ والله 23 يشتغل كده بل 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 الليله يوم 14 جوا ليكم يا انكوك. تعالوا بكره برضه كان تقدروا جوا. قال لك 23 ده بلهم متكوم يا معلم. ديل ابطال، ديل رجال السودان، ديل حماة بتاعت الوطن واقفين في الخطوط الاماميه بيبلوا وبمتكم وبقول لهم بكره برضه تعالوا. بل نضيف جدا. ونحن جايين يا جنجويد، جايين وين؟ جايين نياله جوا، جايين وين؟ دين جوا. اوي ما ديبو هناك نازل، ما ديبو هو ما داري كنا شنو يذكر له دين والله جايين بل بس لاخر جنجويدي. ثبت الكلام ده عندك، خلينا نمشي قدام. طيب جودات يا معلم، الاسد زهر يا معلم. القوات كلها الان في داخل المعرضه خاليه من العدو. الله اكبر. اي عدو يعني عارف نفسه انه ده رجع على منطقه المعرضه، خليهم يجوا نحن جاهزين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كل القوات موجوده يا معلم تحت قياده منو؟ جودات يا معلم. اقسم بالله العظيم قال لك كل القوات هنا متواجده، مشتركه، جيش، عمل الخاص، حجانا ريش، اي حاجه ببل وبمتك الجنجويد موجود. قال لك كلنا موجودين هنا. وقال لك شنو؟ الان نحن قاعدين في منطقه الامارة، بلينا ومتكنا وسلمونا شنو؟ نظيف. سلموا المنطقه دي نظيف يا شعب السوداني. يوم الاحتفال، يوم التاريخ 72 للجيش السوداني، لصودنة الجيش السوداني، طبعا احتفال عظيم جدا اهداء لشنو؟ للشعب السوداني واهداء للجيش السوداني. تحياتنا لكم الابطال، ربنا يحفظكم، ربنا ينصركم، وربنا يسدد رميكم. ثبت الكلام ده عندك، خلينا نمشي قدام. ما هو في صراخيات دائما، طبعا في صراخيات. قرون طلعت قالت واي ما له مشكلتها شنو؟ نسمع منه.
زيكم حبايبنا ان شاء الله طيبين يا اخواننا. انا الشيء اللي عرفته في شنو؟ الكيزان ديل معلوم. على فكره الناس ديل منذ القدم محاربينكم انتوا كشعب هامس حرب طمس الهويه، والكلام ده لغايه تاريخ الليل شفته هون. يعني شوف دايرينك انت تكون كناسيه منسيه كابن هامش، ما تكون عارف لا اصلك لا فصلك لا 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 لا, لا. يكونوا هن في السقف الاعلى وانت تكون شنو في الدرك الاسفل من النار. يعني تكون طاش ما عارف حاجه، فهمت؟ لا تعرف اصلك لا فصلك، حتى قبيلتك ما تكون عارف هي جايه من وين ولا من ياتو تجاه ولا اصلك ولا فصلك شنو. ما بيشرطوا لك، ما دايرين انك انت يكون شنو عربي اصيل، ما دايرين انك تكون كذي، دايرين انك تكون ملعوس ما عندك محل طاش ما عندك اي اصل. دارين هن يجي يقولوا لك نحن جدا العباس ونحن من ابناء كدي ونحن كدي، حتى هم في نفسهم بدل ما ينسبوا يقول لك نحن ابناء كوشة، نحن ابناء المماليك، نحن ابناء كدي، الذي ما بينسبوا بينسبوا يقول لك نحن جدا العباس ونحن جدا كدي، وانت بتنتمي لقبائل البقارة. يعني انت ولدتك بقرة بالعربي كدي، يعني انت ما عندك قبيله، انت قبيلتك بقاري سايد. يعني شفت كيف الناس دي تعرف حسبك وين ونسبك وين، وتكون حافظه في راسك ده محل ما يزعلوك انك انت بتنتمي لياتو جينيسو من القبيله الفلانيه. ايوه انا من فلان الفلاني من القبيله الفلانيه بنتمي للقبيله. ما في حاجه ثانيه اسمه زول ينسبوا لي بقره ولا ده من قبيله البقاره ولا ده بينتمي للبقاره. شوف الكيزان ده ما في ناس يا عرس. التاريخ اللي الكيزان لعبوا فيه وعملوا فيه طمس هويه ده فلا بد من يتعدل، والاجيال دي تقريه في المدارس بالصحيح بالصحيح. التاريخ ده لازم يتقرر للأجيال الجديدة دي في المدارس. التاريخ صحيح، تاريخ جديد تأسيسي صحيح منذ القدم منذ القدم منذ أجدادكم جهينة وغيره. الكلام ده لازم يتكتب بالخط العريض في السبورة يتقرر للأجيال دي عشان الناس تعرف تجاهها وين. طمس الهوية دي الناس لازم تنتبه له. أي بكرة يطلعوك شمار في ملاح قال البقارة، قال في بقرة ولدت لها زول مع الحرام المجرمين. انتوا تنقروا اجدادكم تابوا ما تفتخروا بونه، وتمنعوا الناس التانيين تقيروا منهم وتنحرقوا انه الناس ما تفتخر بانسابها. الحاجة التانية بيحاولوا يطلعوك انت ما سوداني. لما انت تركز في تاريخك بيحاولوا يقولك انت صيفتك وانت فعلتك وانت ناجري وانت مازنبيقي وانت لا. انا ما ناجري ولا مازنبيقي، انا جهيني قحطاني اصيل وحسبي ونسبي معروف. كيف انت تجي تقول لي انت صيفتك وانت فعلتك يا كلب يا مجرم؟ انك انا افريقي ايوه انا عربي افريقي. وين المشكله؟ القبائل دي جات منذ الفتوح الإسلامية من الجزيرة العربية ودخلت السودان وعملت الفتوح الإسلامية ونشرت الدعوة الإسلامية واستوطنت في البلد، فطلعت هي شنو اختلطت مع أهل البلد الأصيلين وبقت شنو مختلطة، ولدت منه وتوالدت. الرجال دي تزاوجوا وتوالدوا، فهمت؟ فطلع حيني انك انت اصلك عربي والزنجي اصله زنجي، لكن طلعته شنو كوكتيل. قرون ما داري يقول لك انت بقاري. يعني نهائيا ده ما اساميكم بقاره وعباله وعندك ده اسامي بتاعكم، ما اساميكم انتم دارين تنكروها. يعني حكومه بتاعت التعسيس ده لابد يطلع يكتب تاريخ جديد للامكؤكات، تاريخ جديد للامكؤكات. شفت نحن ما كلام دارين قاعدين نقوله. الناس ديل طبعا من شده يعني حسودين الدعم السري. وقت 15 ابريل بدأ ده اول مكان مشى حرقوا الدعم السري وين؟ المتحف القومي. اسمع الكلام ده يعني شنو؟ انت كالشعب السوداني المتحف القومي، المتحف القومي موجود فيها كل التاريخ بتاعت السودان، فيها الثقافه القديمه، فيها تراثيات القديمه، فيها حاجات قديمه جدا كلها قاموا حرقوا على اساس انه داير يعمل شنو؟ ما هو ما موجود في الحته ده، هو ما موجود، هو ما ملقوط. فهمت علي؟ هو ما بقره بينتسب للبقره. فهمت علي؟ زي ما قالت والله هو بقاري بينتسب للبقره. يعني شنو؟ جاي الليله يتكلم ويعمل مناشده لحكومه بتاعت التاسيس على اساس انه يكتب لهم شنو؟ تاريخ بتاعهم. ما هو ما عندك تاريخ، ما عندك اصاله في البلد ده. فهمت علي؟
وهو قال لك تابع لوين؟ بين الجهينة القحطاني. قحطاني جهين جاء من وين؟ من الجزيرة العربية وأصبح مستوطن في الدولة السودانية. ده ذاتك أنت أثبتت أنت زول مستوطن. ما هو دائما طبعا في واحد كاميرا زول طلس كده مستر نو عبد الواحد محمد نور دائما بتقول شنو؟ بتقول طرد المستوطنين الجدد. الكلام ده بقوله على اساس انه شنو؟ ما هو انت مستوطن جديد تجي تقلع ارض بتاعت الزول، انت من ما ربنا خلقك ده جيت خشيت افريقيا ده شغال حاجات كعبه، حاجات كعبه. فهمت علي؟ في بدايه الثمانينات، في بدايه الثمانينات طبعا بلوكم متكوكم من الدوله التشاديه وجيتوا خشيتوا السودان. ده بدايه الثمانينات. عشان كده انت ما عندك تاريخ، تاريخك ده ما موجود. وين؟ في داخل المتحف القومي اللي انت حركته ده. الليله جايه وتتكلم بانه الكيزان ديل دايرين يعملوا تمس الهويه، تمس الهويه بتاعت الحامش. الحامش ذاته في البدايه طرحت لنا حامس، الله حامس بتاعك ده انا ما عرفت. انتوا اوروبا بتاعكم ده كيف ذاته يا مقرب؟ انت اوروبا بتاعكم ده كيف؟ انتوا هسه حاليا يعني انا ما اعرف ذاته. انتوا عرب، انت مش قاعد تدعي زول بمنعك ما في، على اساس انه انت تنتسب لوين؟ زول بمنعك ما في. لكن البلد اسمه السودان ده لابد انت تحترم نفسك، تحترم اقليه بتاعت الشعب السوداني، تحترم العادات والتقاليد بتاعت الشعب السوداني. لانه لا بشفشفوا ولا بعملوا الانتهاكات ولا بعملوا الحاجات الكعب، الاخلاقيات اللي انتوا جلبتوها انتوا يعني عرب شتات على مستوى افريقيا. انت جبت نهب المسلح من التشات، من النيجر، من افريقيا الوسطى، من وين؟ من كاميرون، من جميع انحاء بتاعت الافريقيا ده جلبت ناسك. انتوا ما مشتتين، انت ما عندك اصل. فهمت علي؟ داير تعمل لهم الدوله السودانيه ده كدولتك انت. الليله تالي تتباكى تقول لنا في بقره ولدت زوجنا، كيف ما ولدت؟ ما ولدتك انت. انت اقليتك كامكوكاي اقليه بتاعت البهيمه افضل، لانه اخلاقيات بتاعت الدعم السري المارسه ضد الدوله السودانيه وضد الشعب السوداني الحيوان ما بتمارسها، حيوان ما بتمارسها. السودان عندنا زول وعندنا امكوك. الزول ده هو الانسان الحقيقي السوداني، اما الامكوك هو شنو؟ زيه زي بهيمه. كلام ده ثبت عندك. انتوا تاريخ بتاعكم ده تاريخ وسخان جدا، وكلامك ده كله خايفين بانه يحصل لكم بما حصل في النيجر، لانه النيجر قاعد بتعمل شنو؟ اعاده المواطنه للدوله بتاعت النيجر على الاسس الصحيحه، والحاجه دي بتبقى في السودان ذاته، على اساس انه السودان ذاته ما يبقى لنا شنو؟ زي الشارع العام، اي زول يجي يتداخل من كل الطرق يجي يغشوا، وفي النهايه يقولوا هنا سودانيين وكلام الكثير. ما هو ده ذاته قاعد بيجيب لنا كارثه. لابد يكون في يعني نقاط بتاعت الضبط والربط لشنو؟ لعمليات بتاعت شنو؟ الهجره. فهمت علي؟ لابد وزاره الداخليه يعمل دراسه حقيقيه لكل النقاط الحدوديه، والابناء المناطق الحدوديه ديل يقودوا في الحدود ده، يعملوا بان شنو؟ اي عمليات الدخول يكون بواسطه اجراءات رسميه، يكون في طرق رسميه وقانونيه. ده الحاجه اللي نحن نطلب من الدوله السودانيه بعد انتهاء هذا الحرب ينظر للبرنامج ده، لانه ده حاجه اللي بتعمل امان للدوله السودانيه. والكلام ده بتجي انا متاكد تماما الان القاده بتاعت القوات المسلحه قالوا شنو؟ الاخطاء اللي ارتكبته الدوله السودانيه في الماضي الحاجات ده تاني ما بتتكرر، ما بتتكرر نهائيا. عشان كده يا البقر ديل بطلوا يعني بيتكلموا بيناشدوا حكومه بتاعت التاسيس بتاعهم يكتب لهم شنو؟ تاريخ بتاعهم. والله تاريخهم واحد، تاريخ بتاعكم انتوا يا الضيوف. ثبت الكلام ده عندك. جيش واحد، شعب واحد، مشتركه فوق، مورال فوق، منتصرين باذن الله. لا تنسى الاشتراك في القناه، اعمل زر بتاع تفعيل الجرس على اساس انه تصلك كل جديد. تحياتي لكم، محباتي لكم جميعا، دمتم بألف خير ودامت الوطن بمليون ألف خير. تحياتي.